كيكه، بس مش اي كيكه، هنعمل كيكه بامتياز، بكيكه اللوز مع الزبيب مع الكيكه الرمليه دي يا جماعه في حته تانية، تقدروا تعملوها لكم ولولادكم في البيت بكل سهوله. عندنا 2 بيضه بدرجه حراره الغرفه، ونص كوب من السكر كده، سكر زيكم كده، 100 جرام من السكر زيكم جمال. طبعا عندنا ذره فانيليا وذره ملح اللي هو 2 جرام و2 جرام. بنضرب المكونات دي كده بالمضرب بتاعنا لمده 3 دقايق او دقيقتين لحد القوام يبقى كريمي معانا. هو ده القوام الكريمي اللي احنا مطلوب مننا. زي ما انتم شايفين هو الجمال، هو القوام الكريمي المطلوب. عندنا نص كوب من الزيت كده او زيت باكم، اي زيت عندكم تقدروا تحطوه. بننزل بيه نقلبه تقليبه صغيره زي ما انتم شايفين كده. لا، قوام ناعم وكريمي. عندنا نص كوب من الحليب بننزل بيه برضو. هو ده الكلام. نقلبه كده تقليبه صغيره لمده 30 ثانيه، تاخد معانا 5 دقايق الكيكه دي يا جماعه. عندنا كوب ونص من الدقيق طبعا، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر. بننزل بمعلقه البيكنج باودر على كوب ونص من الدقيق اللي هو 220 جرام من الدقيق. طبعا لازم نعمل الدقيق كده. هو اي منخل عندنا او اي حاجه نقدر نهز الدقيق كده عشان لو في اي حاجه. طبعا بنقلب تقليبه صغيره كده بالراحه عشان ما نبوظش الدنيا. طبعا زي ما انتم شايفين هو ده القوام الكريمي، بتاخد معانا 3 دقايق او دقيقتين تقليب بنوصل للقوام ده. طبعا عندنا ربع كوب من الزبيب كده بنقلبه مع القوام الكريمي ده، قوام الكيك زي ما انتم شايفين كريمي ازاي يا جماعه. هو ده المطلوب. عندنا طبعا صينيه 24 او قالب 24 كده، دهنه زيت دهنه كويسه كده، ماده دهنيه ورشته تنسيم الدقيق، ماده عازله. وننزل بقى بالكيكه الكريميه بتاعتنا كده، وبنخبطها خبطه في الرخامه بتاعتنا كده، ونبدا نسويها. طبعا عندنا عشان نعمل قوام رملي كده يا جماعه محتاجين 30 جرام من الدقيق، و20 جرام من الزبده، ومعلقه ونص من السكر. 20 جرام من الزبده يعني معلقتين كبار، و3 معالق من الدقيق، ومعلقه ونص من السكر. نقلبهم كده يبقى قوام رملي طري كده يا جماعه. بننزل بالقوام ده كده على الكيكه بتاعتنا يا جماعه، ونفردها كده فرده كويسه. القوام الرملي ده بيخلي الطعم في حته تانية. طبعا نقدر ننزل بقى بعديها كده بمكسرات، لوز، بندق. طبعا بننزل بلوز عندنا. طبعا الوصفه دي سهله. لو عجبكم الفيديو وصلتوا للنقطه دي، لايك وشير عشان نعمل وصفات كتير وعشان تقدروا تشوفوا فيديوهاتي، ونفعل زر الجرس. انا الشيف محمود بقدم وصفات واكلات للمطبخ المصري. زي ما انتم شايفين كده انا مشغل الفرن على درجه حراره 170 لمده نص ساعه، وطافي الفرن من فوق وشغل المروحه. بياخد معايا من 30. الكيكه دي 100 100. اعملوها وقولوا رايكم فيها. هو ده الكلام. ولايك وشير عشان نعمل وصفات كتير. هو ده الكلام. شايفين الكيكه يا جماعه السنجيه، 5 دقايق هتعملوها ان شاء الله. هو ده الكلام. والكيكه دي 100 100. صلي على الحبيب قلبك كتير عشان نعمل وصفات كتير بقى. تابعوني ولايك وشير.